السلام عليكم. دعوني اليوم اشرح لكم طريقة إصدار بطاقة رقمية فيزا، طبعا من تطبيق يور باي. كما تشاهدون هذا عندي التطبيق. إذا جيت هنا بروح للبطايق، هنا البطاقات، هنا عندي بعمل إنشاء، بعدين أعمل بطاقة رقمية. طبعا هنا بيجيني خطأ تقني ما علي منه، أنزل تحت هنا، بعد ذلك أعمل اختيار. إذا عملت اختيار هنا الرسوم طبعا هنا يكون مجان والاشتراك مجان. بعدين هنا أعمل رمز سري جديد للبطاقة. بعد ما أضيف هنا رقم سري للبطاقة يتكون من 4 أرقام، أقوم بإعادته مرة ثانية. بعد ذلك تجيني رسالة التحقق على رقمي اللي هو مسجل في نفس التطبيق. أدخل الرمز هنا وعلى طول أكمل. طبعا بعدين أدخل الرقم يقول لي خطأ، ما علي من الخطأ هذا. كما تشاهدون إذا دخلته هنا يقول لي خطأ. أعيد فقط الرقم هنا وأعمل متابعة. ما علي من الخطأ، يجيني هنا خطأ ولا يجيني خطأ تقني ولا أي حاجة، أعمل متابعة فقط. هنا طبعا لازم أركز، بعدين أعمل كل شيء من هنا. كما تشاهدون يجيب لي خطأ مرة ثانية. أنا دخلت الرمز مرتين ويجيني خطأ. ما علي من هذا المكان. من هنا بخرج برجع من هنا. خلاص الآن البطاقة جاهزة، بس لما أروح المكان ما أحصلها، لازم أخرج من التطبيق وأرجع بعد 5 دقائق أحصل البطاقة موجودة. ما علي من الخطأ اللي موجود هنا، لأن أنا الخطأ لما شفته هنا حاولت مرة ثانية يقول لي عندك أصلا بطاقة، ولما حاولت مرة ثالثة برضو نفس الشيء. لما خرجت ورجعت بعد 5 دقائق وجدت البطاقة موجودة قد جاهزة. هنا كما تشاهدون المحاولة الثانية لما أضفته يقول لي عذرا لقد وصلت لحد الأقصى لعدد البطاقات، يعني البطاقة قد جاهزة بس مش موجودة هنا. إذا خرجت من التطبيق ورجعت أحصلها موجودة هنا. دعوني أخرج وأرجع. هنا كما تشاهدون بعد ما رجعت حصلت البطاقة موجودة في خانة البطايق. هنا كما تشاهدون إذا دخلت هنا الإعدادات، هنا أستطيع إلغاء البطاقة، واستطيع تغيير الرمز السري، واستطيع إيقاف الشراء من النت. طبعا ما فيها خيارات كثيرة زي بطاقة السي سي باي، بس الخيارات هذه اللي موجودة فيها هنا فقط. هذا هو الشرح باختصار. إذا عجبكم الفيديو، رجل اعجب بالفيديو، الاشتراك بالقناة. معكم فواز الوصابي، وإلى اللقاء.